يلا كده نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. يلا كده في الخلاط بتاعك او في طبق مفيش مشكلة. معايا هنا كيلو بانيه انا غسلاه ومنشفاه كويس جدا، اهم حاجة ما يكونش عليه اي مية ويكون كده ناشف وزي الفل. في الخلاط بقى وهنزل كده بحبتين من البيض يكون حجمهم حلو كده كبير، تمام كده زي الفل. وننزل بقى كده بالبهارات بتاعتنا، نص معلقه صغيره فلفل اسمر ومعلقه صغيره مليانه من البابريكا ومعلقه كده من خلطه البهارات او بهارات الفراخ ومعلقه كبيره من الثوم البودر ومعلقه كبيره من البصل البودر. وهنا معايا معلقه صغيره كده مليانه من الملح، ومعايا فص واحد توم كده فريش، لو مش حابه تضيفيه براحتك بس انا بحب يعني فص واحد بيدي لمسه وريحه حلوه قوي لخلطه البانيه. وبصلايه كده صغيره مخرطاها برده نفس النظام كده. كل ده كده في الكبة هفرمهم ناعم جدا. بعد كده معايا علبة زبادي تعادل 4 معالق كبار من الزبادي زي الفل كده. ومعايا معلقة صغيرة من الخل عشان زفرات البيض، وما تقلقيش مفيش اي زفرة خالص في البيض، بس معلقة صغيرة بحيث تنعم لي النسيج بتاع اللحم بتاع البانيه. هديهم ضربة كده على السريع. نجيب بقى كده البولة نفضي فيها الخليط بتاعنا زي الفل. طبعا لسه هتقله شوية بايه بقى، بنص كوباية من الدقيق او كوباية الا ربع على حسب ما العجينة تبقى قوامها عامل معاكي زي قوام عجينة الكريب او عجينة الكيكة بس اخف شوية. هفضل كده احط كده شوية بشوية، حسيت ان هي محتاجة تاني دقيق نزلت كمان حوالي بمعلقتين مثلا. انت اول حاجه بتضيفي نص كوبايه، لو احتاج تاني حطي معلقه معلقتين لحد ما قوامها كده معاكي بالشكل ده، بحيث يبقى في تماسك في قلب قطعه البانيه بالشكل ده. التتبيله تبقى ماسكه عليه، ما تبقاش سايله. شريحه شريحه بالشكل ده كده في قلب التتبيله وارصها فوق بعض بحيث كلها تبقى متغلفه من التتبيله زي الفل، كلها كده غرقانه في التتبيله وزي الفل. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله دي قمر قوي يا بنات. يلا بقى كده نغلفها، ممكن تسيبيها ساعه واحده في التتبيله لو انت مستعجله، ويا سلام بقى لو بيتيها مثلا ساعتين 3 كده او من بالليل. تعالوا بقى كده انا سبتها حوالي ساعتين مثلا. معايا بقى هنا ده بصمات ناعم يكون فاتح، يكون افضل من الغامق يعني عشان خاطر ما تيجي تقليه ما يغمقش ريحه البانيه قوي. فما تيجي تجيبي بصمات للقلي هاتي بصمات الناعم الفاتح، عليه معلقتين كبار من النشا، رشه ملح بسيطه وبس كده. يبقى بصمات ناعم يكون فاتح يكون افضل، معلقتين من النشا على كوبايتين بصمات. انا البصمات ده كوبايتين من البصمات الناعم عليهم معلقتين نشا، يعني كل كوبايه عليها معلقه نشا ورشه ملح بسيطه. نغلف كده البانيه. بصوا بقى قوام التتبيله يعني ما شاء الله راسيه كده على شريحه البانيه وما شاء الله ثابته عليه. نشيل بقى الشريحه زي ما هي بالخلطه بتاعتها ونحطها كده في قلب البصمات الناعم اللي احنا ضايفين عليه النشا ورشه الملح، ونغلفه كويس جدا. والزيت يكون غزير ويكون حامي، واخلي النار وسط بحيث تستوي كده شريحه البانيه وتاخد لون جميل جدا من الكفر الخارجي، ويكون كمان مقرمش وقلبها من جوه طري وجميل قوي. عايزه اقول لكم التتبيله يعني ريحتها تحفه جدا وما شاء الله اقتصاديه وجميله، ومش بتاخد يعني مش بتتهدر كتير، بتاخد حاجات كتير لا، اللي هو من التتبيله على طول على البصمات وعلى الزيت. والنار تكون وسط علشان تستوي براحتها وتاخد لون حلو قوي، ونطلعها كده على شبكه او على مصفى وتبقى معايا زي الفل اهو بالشكل ده. كل شويه اقلبه على الوجه التاني كده واحركها في الزيت بحيث تاخد لون كده ذهبي كده فاتح جميل. بصوا بقى اللون، وعايزه اقول لكم الكفر بتاعها جميل وثابت وما شاء الله. واهم حاجه قبل ما تحطي الدور التاني تكوني منضفه الزيت بتاعك بمصفى كده صغيره، يكون الزيت رايق ونضيف بحيث الدور التاني يطلع كده رايق ما يبقاش حاجه او سواد الزيت لازق فيه. شايفين بقى اللهم بارك لحد اخر رصه الزيت بتاعي رايق ونضيف واللون بتاعه ذهبي وفاتح وجميل جدا. بصي كل شويه اقلب كده ليه بقى، اول ما تشمع معاكي قلبي بقى كده في قلب شريحه البانيه تاخد كلها لون جميل وتبقى مستويه كده من جواها اللحم كده نساير وما شاء الله. شايفين بقى اللون يا بنات اللهم بارك. عايزه اقول لكم وانتوا بتقلوه شموا بقى الريحه بتاعه التتبيله القمر دي، ويا سلام بقى لو سبتها من بالليل بتبقى خطيره، ولو مستعجله ساعه على الاقل. التتبيله تبقى يعني اتغرزت كده في اللحم نفسه
وكمان بنخليها اللحم مستوي، التتبيله نفسها بتسوي اللحم. بصوا كل شويه اروق الزيت بتاعي كده ويبقى فله معايا، واحط ايه شرائح البانيه. خلصت كده يعني الكميه ما شاء الله، كان اخر دور معايا ده. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. عايزه تدي لون اكتر من كده براحتك، انا يعني ايه خليت جزء يعني واخد لون اكتر، وجزء مثلا كده على حسب الاولاد اللي بيحبوه يعني. اللهم بارك. طبعا سخنه جدا كده. خلاويص خلصنا اخر دور ده، ايه نشفته شويه كده عشان ابني الصغير بيحبه مقرمش. خلاويص كده نروق برده الزيت بتاعنا ويبقى نضيف معايا فله، نعمل فيه مره كمان بالشكل ده. اللهم بارك. بصوا بقى من جوه، بصوا قلب من جوه ملبن ونساير وجميل، واللحمه اللهم بارك ريحته حلوه قوي من التتبيله. تاخدي منه كده على الاكل على طول، حتى وهو في الفريزر يعني يبرد، وتحطيه في اي اكلات، مكرونه، نجرسكو، اي حاجه. ما شاء الله تحفه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.